البعض عنده تخوف من أن في احتمالية وقوع حرب في المغرب العربي. طبعا الآن أصبح هناك سباق تسلح. يعني لما تشوف حالة الفقر الذي تعاني منه بلداننا وتشوف أنه مليارات الدولارات تصرف في عملية التسلح، أنا بالنسبة لي أعتبر هذا أمر عبثي وخطير. أنا آمل أنه يعني في تحركات من هنا وهناك لكي رأب الصدع إن أمكن رأب الصدع، لكن في الوقت الحاضر أنا مانيش شايف للحقيقة، أنا متشائم ومانيش شايف أنه أي بادرة لناس يرتفعون إلى مستوى المسؤولية. شو يا رسول الله، هل تتصور حرب ما بين الجزائر والمغرب؟ هذه ستكون فظاعة الفظاعة. لكن أنت لما تشوف أنه في حرب صارت ما بين أوكرانيا وروسيا، تعرف الفرق ما بين الأوكرانيين والروس هو الفرق ما بين الجزائر والمغاربة، هم نفس الشعب، نفس الدين، نفس العرق، تقريبا نفس اللغة، ومع هذا شوف بأي شراسة يتحاربون. إذن هذه الفظاعة ممكن أن تحدث في الجزائر والمغرب، يعني ممكن أن يصير فيه. وقلت ثمة قناعة راسخة أن قضية الاتحاد المغاربي كان سينطلق مسارها في اتجاهها الصحيح لولا قضية الصحراء. طبعا سؤالي، نعم، ده مدخلي للسؤال. نعم. سؤالي، ما موقفك من قضية الصحراء؟ أنا موقفي أعلنته 1000 مليون مرة، قلت أنه أكبر متضررين الآن من هذه المأساة هم الصحراويين أنفسهم. وقلت أنه مصلحتهم تقتضي أن ينخرطوا في ما أسميه الأوطان الثلاث. الوطن الأول هو يعني الحكم الذاتي الذي المغرب قابل به، الحكم الذاتي داخل الوطن الأوسط الذي هو المملكة المغربية، داخل الوطن الأكبر الذي هو الاتحاد المغاربي. وهذا يعني هو الذي سيمكن الصحراويين عوض أن يعيشوا جيلا بعد جيل في تندوف، أنه يستطيعوا أن يشتغلوا في العيون، يشتغلوا في مراكش، أن يدرسوا في الجزائر، أن يتملكوا في تونس. هذا هو يعني الشيء الذي سيحل المشكلة. الدكتور حضرتك ده كده أخذت الجانب المغربي أو الحل المغربي. أنا أعتبر أنه يعني موقف الإخوة الجزائريين في قضية الصحراء موقف يجب مراجعته. أنا أعتبر موقف أخوتنا المغاربة في قضية الطبيعة موقف يجب مراجعته. طيب هذا رأيي، ماذا أفعل؟ حضرتك ذكرت التدخل الصريح من الجزائر في الشأن التونسي. طبعا اليوم هناك اصطفاف كامل من قيس سعيد على الجزائر، واصطفاف واضح في قضية الصحراء. الرجل هذا استقبل يعني قائد البوليساريو كما كان رئيس دولة، وهو منخرط تماما في هذه السياسة التي اعتبرها مضرة لتونس، مضرة للجزائر، مضرة للاتحاد المغاربي، مضرة لكل المستويات. اليوم تونس يعني منحازة تماما للموقف الجزائري اللي مرة أخرى أنا أعتبره غير مصيب ويجب مراجعته، وستتم مراجعته مسألة وقت، لأنه لا يمكن أن نتواصل هكذا. هذا موقف سيؤدي إلى الحرب، سيواصل عناء الناس اللي موجودين في تندوف، سيستنزف طاقات المغرب، سيستنزف طاقاتنا كلنا. لا يمكن أن تتواصل هذه السياسة. خلينا نسأل السؤال من شقين مختلفين. نعم. ما هي مصلحة الجزائر في التدخل في الشأن التونسي، وما هو مصلحة رئيس الدولة في تونس قيس سعيد أن هو يصطف مع الجزائر؟ هذا الشخص المنقلب، نسميه المنقلب المغتصب، المنقلب لأنه انقلب على الدستور في 2021، ومغتصب لأنه أخذ السلطة يعني في الانتخابات الأخيرة ب90%، وأنا بالنسبة لي هي تزييف هذا، ولهذا يسميه المنقلب المغتصب. الآن هو وضع نفسه تحت حماية الجزائر باعتبار أنه ربما هي الحليفة التي تمكنه أحيانا من مشاكل اقتصادية أو كذا. ونعتبر أن تونس فقدت استقلالها بهذا الأمر. الإخوة الجزائريين أنا مرة أخرى أدعوهم إلى مراجعة رؤيتهم لكل المنظومة التي يعني لا يمكن أن تؤدي إلا إلى خراب المنطقة. يعني ستضر بكلنا جميعا، وستضر بالجزائر، ولن تنفع أحد إلا تجار الأسلحة، ولن تنفع إلا إسرائيل التي ستعتبرها فرصة يعني لدخول المنطقة إلى آخره. يجب على هذه السياسة أن تراجع جملة وتفصيلا.